امرأة صومالية فقيرة جدا، لها عائلة صغيرة تعيش في بريطانيا، اتصلت بمحطة إذاعية طلبا للمساعدة، وكان هناك رجل بريطاني ملحد يستمع للإذاعة، فقرر أن يسخر من هذه المرأة الصومالية المسلمة. وبعد أن حصل على عنوانها دعا سكرتيرته وأمرها بشراء كمية كبيرة من المواد الغذائية وإرسالها للمرأة. وقال للسكرتيرة الآتي: عندما تسأل المرأة عمن أرسل الطعام إليها فقولي لها بأنه من الشيطان. وعندما وصلت السكرتيرة إلى منزل المرأة الكبيرة، المرأة الفقيرة، كانت المرأة سعيدة جدا، فبدأت بوضع الكميات الطعام داخل منزلها الصغير. فسألتها السكرتيرة: ألا تريدين أن تعرفي من الذي أرسل هذا الطعام؟ فأجابت المرأة المسلمة: لا. قالت السكرتيرة: لما؟ قالت: أنا لا أهتم بهذا، لأنه عندما يقدر الله أمرا حتى الشياطين تطيعه. كانت هذه المرأة الأمية الفقيرة التي اسمها فاطمة المسلمة الصومالية سبب في إسلام المفكر البريطاني الذي كان ملحد الدكتور تيموثي وينتر، والذي غير اسمه للشيخ عبد الحكيم مراد. موقف جميل. هذه هي العقيدة.